بشوية بطاطس وشوية دقيق هنعمل القمر اللي قدامكم دي فطيرة اقتصادية جدا، بشوية بطاطس وشوية دقيق وكمان خميرة وملح، حاجة كده في منتهى الجمال وبسيطة قوي وهنعملها في ثواني. البيت كله هيدمنها حرفيا، صدقيني هيطلبوها منك كل يوم. اقتصادية جدا ومش هتقفي في المطبخ كتير ولا اي حاجة. تعالوا بينا نشوف اتعملت ازاي. اول حاجة معايا كيلو من الدقيق ومعلقة صغيرة من الملح. الخطوة التانية هبتدي اعمل خميرة اللي هو الاختبار اللي احنا متعودين عليه. هحط معلقتين من السكر على باكت من الخميرة وهقلبهم كويس قوي على قد ما اقدر. ما دابتش معاكي مش مشكلة، احنا بس بنعمل لها زي اختبار. هنركنها دلوقتي على جنب. وباقي السكر انا حاطه نص كوبايه من السكر، صدقيني مش كتير على الكيلو الدقيق. هقلب بقى الكلام ده كله كويس مع بعضه كده، الدقيق والملح والسكر، مفيش اكتر من كده. ننزل عليهم بالسوائل اللي معانا واللي هي كوبايتين من الميه، لو احتاجنا ميه تاني ميه تكون دافيه، لو احتاجنا ميه تاني هنزود. لكن احنا زي ما اتعودنا ان الميه بنحطها بالتدريج علشان نوع الدقيق. هنقلب الخليط كله كويس كده مع بعضه، الدقيق والميه والزيت زي ما انتم شايفين كده. وهنزل الميه بالتدريج واحده واحده لحد لما تتكون معايا عجينه. في الوقت ده هبتدي انزل بالخميره، وزي ما انتم شايفين الخميره بتاعتي اتفعلت وهي كده بقت تمام. هبتدي بقى الم العجين بتاعي كده وادخل السوائل مع الدقيق، وهلم كده بايدي زي ما انتم شايفين كده. انا مرضتش اشغل العجان علشان تشوفي كل مراحل العجينه. في الوقت ده انا لميت العجينه بالشكل ده. هنزل عليها بمعلقتين من السمنه بدرجه حراره المكان او الزبده بدرجه حراره المكان. في الوقت ده بقى هتبتدي ان انتي تعجني كويس قوي وتخدمي العجينه بتاعتك عشان تطلع العرق اللي فيها. هنسيبها في الوقت ده تخمر، هنغطيها ونحطها على جنب علشان تخمر. في الوقت ده هنبتدي نحضر الخلطة التانية معانا واللي هي خلطة الحشو، واللي هي عبارة عن البطاطس اللي قلنا عليها في اول الفيديو. في قلاية على النار او في طاسة على النار هحط معلقتين كبار من الزيت وعليهم بصلاية كبيرة او بصلاية صغيرة زي ما تحبي. وبعدين هنزل عليهم بحوالي نص كيلو من البطاطس، وطبعا ده على حسب الكمية اللي انت عاملاها، بس انا هنزل لكم كل حاجة في صندوق الوصف ان شاء الله. هنزل عليهم بمكعبات من البطاطس بالشكل ده كده، بس يا دوب تحمر حاجه بسيطه. هنزل عليهم في الوقت ده بحبايتين كبار من الطماطم وكمان حبايتين من الفلفل. لو عايزه تحطي في الوقت ده فلفل حراق مفيش مشكله، اللي يريحك. هقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه وهغطيه وهسيبه لحد لما يستوي على نار هاديه تماما، لحد لما البطاطس تستوي. شايفين هو كده تمام قوي. هبتدي انزل عليها بالبهارات بتاعتنا واللي هي ملح وبهارات بطاطس وكزبره وكمون. ما حطيتش هنا فلفل اسود لاني مش محتاجاه، الكمون اهم منه. هي كده تمام. سيبها على جنب عشان تبرد. وفي الوقت ده هشوف العجينه بتاعتنا، شايفين خمرت ازاي وبقت شكلها جميل ازاي. ما شاء الله، هي ما اخدتش معايا تقريبا نص ساعه لحد لما حضرت الحشو هي كانت خمرت. ههبط بقى الخمر ده كله وهبتدي امسك العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واقسمها لجزئين. الصينيه بتاعتنا واللي هي مدهونه بالزيت، انا دهنتها بالزيت وكمان حطيت ورقه زبده عشان اعرف اشيلها بكل سهوله. ممكن ما تحطيش ورق زبده خالص وتدهنيها ومفيش اي مشكله، وان شاء الله تطلع معاكي بسهوله. تفرديها بقى بالطريقه اللي بفردها بيها دي، واهم حاجه نعلي الاطراف شويه علشان الحشو ما يوصلش للاخر زي ما انت شايفه كده. بصي، هفضل افرد فيها لحد لما الاقي السمك بتاعها تقريبا 1 سنتي. هبتدي بقى اجيب الحشوه بتاعتي، والحشوه دي دلوقتي هي بردت تماما. ما تحطيش الحشو وهو سخن على العجينه علشان ما يبوظش العجينه منك. هساوي بقى الحشوه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. كده بنكون جهزنا طبقتين الحشو، والطبقه اللي تحت دلوقتي هنجيب بقى الجزء التاني وهنبتدي نفرده كده على الرخامه زي ما انت شايفه كده. حبه دقيق صغيرين خالص وهنبتدي نفرد فيه. الفرده مش هتكون كتيره على قد الصينيه اللي معانا. انا استخدمت صينيه مقاس 34 علشان كده طلعت الفطيره بتاعتنا عملاقه حاجه كده ما شاء الله، تجنن وتكفي عيله كامله. هبتدي بقى احط الطبقتين كده، الطبقتين على بعض، طبقة العجين على طبقة العجينة التانية، وهبتدي اقفل واضغط كده على الاطراف علشان العجين بتاعي ما يفتحش في الفرن زي ما انت شايفة كده. هجيب الاطراف وهقفلها كويس قوي وهبتدي افرد كده علشان العجين ما يبقاش حتة طالعة وحتة نازلة كده، او ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. وهنسويه وهنظبطه كده.
هخرمه بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده بشوكة او بسكينة او باي حاجة عشان ما يعلاش مني في الفرن زيادة عن اللازم. في الوقت ده يكون الفرن شغال مسبقا على درجة حرارة 200 على اعلى درجة حرارة. هدخل الصينية فيه من غير اي حاجة، بس وشها يحمر زي ما انتوا شايفين كده او تستوي سوا كامل. هبتدي انزل عليها جبنة موتزاريلا، ممكن اصلا تستغني عن الخطوة دي، مفيش مشكلة خالص. وهرجعها تاني الفرن بس لمجرد ان الجبنة تسيح. في الوقت ده حبيتي تحطي بقى حبة البركة، حبيتي تحطي زيتون او فلفل حراق، انا حطيت فلفل حراق، ودي حاجة ترجع لذوقك. وبعدين هنرجعه تاني الفرن، هنرجع الصينية تاني الفرن لحد بس الجبنة لما تسيح من على الوش بس. يعني هنشغل الشواية بس، ونخرجها بقى بالمنظر الرائع اللي انتوا شايفينه ده. اول لما تطلع من الفرن هبتدي اغطيها بكيس بلاستيك وكمان فوطة علشان ترجع ترد تاني من حرارة الفرن او تطرى تاني زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى عاملة ازاي؟ دي بعد 10 دقايق تقريبا كده هي خلاص تمام جدا. شايفين شكلها بيلمع ازاي ووشها بيلمع وشكلها عامل ازاي، وكمان طرية جدا جدا، مش عايزة اقولك ازاي هشة وجميلة من جوه، اقتصادية جدا، من غير اي لحوم ولا كمان لبن ولا بيض ولا اي حاجة. حاجة كده في منتهى الجمال وكمان اقتصادية، تعمليها كل يوم، بجد مش مكلفة خالص. ولو حابة تستغني عن خطوة الجبنة الموتزاريلا ممكن تدهني الوش بس بالبيض وتعملي كل اللي احنا عملناه عادي جدا، وهتبقى قمة في الجمال. انتوا شايفين عاملة ازاي؟ حاجة ما شاء الله، وشكل الحشو من جوه يجنن بجد. انتوا شايفين اصلا قد ايه الفطيرة هشة وخفيفة جدا، عجينة قطنية جدا جدا، وبتاخدش وقت في الفرن معانا، تقريبا اخد حوالي تلت ساعة بس في الفرن على درجة حرارة عالية. شايفين قطنية جدا جدا، حاجة كده ما شاء الله في منتهى الجمال. والله بجد العجينة دي ممكن نطلع منها حاجات كتير جدا جدا، فان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كتير بنات بتسألني على المعجنات وعلى العجين وكده، وان هما مش عارفين يطلعوا العجين كويس ومظبوط. صدقيني دي لو جربتيها من اول مرة هتعرفي تعمليها. عجينتها سهلة جدا واقتصادية وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة، ومن اول مرة ان شاء الله هتطلعيها هتطلعيها كمان ممتازة من اول مرة. حاجة كده بسيطة وفي منتهى الجمال، وكمان مش مكلفة خالص. فانتي ان شاء الله تشجعي كده وتدخلي اعمليها وهتطلع منك ممتازة. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.